كيف معقول يكون العيد بالسماء؟ سألت ريتا الشامي قبل أيام من رحلتها الأخيرة. أهل الشهيدة ريتا الشامي لم يرضوا أن تغادر ابنتهم إلى تركيا وتحتفل هناك بليلة رأس السنة خوفا من أن تنتهي قصتها كما حصل. وأيضا ريتا نفسها لم تكن مطمئنة لتمضية عطلة آخر السنة، هي التي راسلت أحد صديقاتها كاتبة: أنا ذاهبة إلى اسطنبول ليلة رأس السنة لكنني قلقة. ذهبت ريتا في الرحلة التي تحولت الأخيرة في حياة ابنتي 26 سنة. تساءلت كيف معقول يكون الميلاد بالسماء أيام قليلة قبل أن تبدأ فترة الأعياد عبر موقع فيسبوك، وها هي ستعرف الجواب مع نهاية موسم الأعياد. وحيدة لها 4 أشقاء من والدها الذي بات بدوره وحيدا، وخصوصا أن والدتها فارقت الحياة قبل 4 أشهر. يا إيران اتربنا ما بعرف يعني مش مش عم بيطلع من تمي حكي، ما بدي اياها تروح. انا واصريت وبكيت وهذا بالاخر ضغطت علي وراحت. شو بدي اقول لك يا بنتي؟ روحي هيدي روحي، سقفي مني سقفي مني سقفي مني سقفي مني يا ريتا ريتا، ليكي هالبنت ليكي هالبنت مثل الزهرة. مش قادر صدق، مش قادر صدق. منذ أن شاع خبر الاعتداء ومنزل الشامي في السبتية غص بالمحبين الذين أتوا ليتضامنوا مع العائلة التي ثارت للا مبالاة الرسميين في ملاحقة مأساتهم. اتصلنا بوزارة الخارجية ما حدا بيرد، جبنا رقم من القنصلية باسطنبول ما حدا بيرد، حاطين مساج بالتركي وأنا تعرف تركي ما بحكي. تلفنا على السفارة بأنقرة ما حدا عم بيرد. لمين بدك تلفني؟ لمين؟ يذكر أن ريتا توجهت إلى اسطنبول قبل يومين من نهاية العام مع مجموعة من الأصدقاء، من بينهم الراحل إلي ورديني والجريحة بشرى لدويهة.